انت مش محتاج مدرب تاني في حياتك، ملوش لازمة. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو النهاردة. انا قبل ما ابدأ عايز اقول بس معلش لو الفيديوهات بتتأخر عليكم. انا فعلا يعني ما بعملش اليوتيوب ده فول تايم، فكتير قوي بس ببقى مسحول في الشغل، وبيبقى نفسي ان انا اعمل لكم حاجه هاي كواليتي، وسواء خصوصا في التصوير وفي الايديت والمونتاج وكل الكلام ده. ما ببقاش عايز اصور حاجه في العربيه مثلا وانا سايق او حاجه. بس مش عايز اخر عليكم الفيديو ده اكتر من كده، خصوصا ان هو اتطلب مني. فيلا ندخل في موضوع النهارده. موضوع النهارده بمنتهى البساطه هو ان في حد كتب لي في الكومنتس على فيديو من فيديوهاتي اللي انا لسه منزلها، بان هو حد عايز يبدا دايت، وهو على حسب ما انا فهمت اوفر ويت شويه، فخايف من موضوع الترهلات. فكان بيقول لي يعني انت ايه رايك؟ وبعدين حد تاني زي ما تقولوا في الكومنتس دخل يرد على الشخص الاولاني وقال له رايه، وانا بس عايز اقول رايي في الموضوع ده. فانت لو حد عايز يخس، حد لسه عايز يبدا تمرين في الحياه، حد عايز يعني من الاخر يغير جسمه او كده، الفيديو ده ليك. علشان انا اصلا زمان قبل ما اتمرن انا كنت حد اوفر ويت، وشكلي هحاول احط الصورة هنا في مكان ما، شكلي كان كده وبقيت كده. وانا عمري ما جبت كوتش ولا اي حاجة. فكل اللي انا عايز اقوله بمنتهى البساطة ان ده رأيي. انا لا ترينر ولا كوتش ولا دكتور ولا اي حاجه من كل الكلام ده. انا بقول رايي، وبقول حاجه زي اللي هو خبرتي واللي حصل معايا. فاول حاجه عايز اقولها هي دلوقتي انت عايز تنزل جيم عامه في الحياه، او عايز تنزل على الميزان، او عايز تخس او اي حاجه. دي نقطه. وده احدى الاسباب ان انا عامل الشانل دي، هي ان انا لما بدات انا كان مثلا عندي اهلي في البيت ما كانوش مثلا في دماغهم قوي موضوع الرياضه. فكان مثلا اشتراك الجيم كنت انا اللي بحوش الفلوس. لما جبت اول علبه واي بروتين كنت مخبيها بقى كاني جايب مخدرات ولا حاجه، والموضوع مش عارف ايه. وكان كده. وكان برضو ان انا الاقي معلومات، كنت بقعد دايما بالساعات ادخل على bodybuilding.com واقرا ارتكلز ومش عارف ايه، وهنا ادخل اجرب واتصاب واعور نفسي واقول ده غلط، وبعدين هنا لا ده كويس، ده جاب نتيجه، لا ده متعب قوي، ده مش عارف ايه. فاللي هو من الاخر اللي عايز اقوله يعني اللي هو كان الموضوع ترايل اند ايرور كتير قوي. بس الكلام ده من اولموست حوالي 10 سنين اذا ما كانش اكتر، يعني قبل ما اطلع بطاقه. فدلوقتي ميزه من المميزات ان احنا بقينا في زمن ان كل حاجه فعلا بقت موجوده على الانترنت. ان انت عشان تبدا، انا ما بقولكش ان انت علشان يعني تبقى مثلا مستر اولمبيا او ايا يكن انت هدفك ايه في الحياه، ان الموضوع سهل وان كل حاجه موجوده. بس انت علشان تبدا، يعني انت اتليست عشان تبدا وتبتدي تشوف نتيجه وتغير شكل جسمك، انت كل حاجه بقت موجوده على الانترنت. فانت يعني اللي انا عايز اعمله ان انا في الشانل دي، وبدايه من فيديو النهارده، ان انا عايز اديك البيزكس في الحياه بحيث ان انت تبدا. اشتراك الجيم هيبقى الحاجه الوحيده بس اللي انت محتاج تعملها. غير كده اكل وتمرين وكل حاجه، وانك تعرف تتراك كل الكلام ده يبقى موجود عندك ببلاش. علشان انا يعني معرفش، انا فاهم يعني ايه ان انت تبقى يعني في اللي هو الهيد سبيس او المينتاليتي او نفسيا حاسس ان انت مثلا مش عارف تعمل حاجة، تغير شكلك بتاع، مش مرتاح مثلا في قعدات بابليك فيها ناس كتير، تجمعات وكده. فهو ده اللي انا قصدي، ان انت مش محتاج فعلا مدرب عشان تبدا. كل حاجه بقت موجوده. طبعا انت لو عايز حاجه سبيسيفيك، عايز حاجه معينه، عندك مثلا كونديشن او حاله طبيه معينه او اكل معين او ظروف معينه، او انت عايز حاجه ادفانسد اكتر من مجرد ان انت يبقى شكلك كويس في الهدوم او تخس او وزنك في الرينج الطبيعي. طبعا المدرب محتاجه. والدليل على كده ان ابطال العالم كلهم عندهم مدربين بقى، سواء مثلا بيج رامي، كريس بامستيد، كل الكلام ده. بس عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده انا هبدا بسرعه. دلوقتي الموضوع اللي هو كان سبيسيفيك او خصيصا اللي انا هتكلم عليه هو ان انا عايز اخس، وخايف ان انا يحصل لي زي ترهلات او اللي هو الجلد اللي بيبقى الزياده بعد الخسسان.
انا خسيت اكتر حاجه خسيتها في المره الواحده كان 25 كيلو. يعني ايه في المره الواحده؟ يعني في الدايت الواحد اطول حاجه خسيتها او اكتر حاجه نزلتها كان 25 كيلو. وعملت الموضوع ده كذا مره، وكذا مره ما طلعليش ولا ترهلات ولا ستريتش ماركس. والمرات اللي عملت فيها حاجات معينه ما عملتهاش طلع لي ستريتش ماركس. فانا هتكلم دلوقتي ايه بشرح اكتر. انا كمان دخلت عملت ريسيرش قبل ما اعمل الفيديو ده، غير بقى يعني البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي اللي انا واجهته شخصيا. دخلت عملت ريسيرش عشان اشوف لو في حاجه مثلا ايه عامه مكتوبه او حاجه زياده او حاجه واقعه مني. فاول حاجه الريسيرش كان بيقول ان انت يعني طبعا موضوع السن، الجينات، العادات، الاكل، التدخين، كل الكلام ده بيفرق في قد ايه انت يعني قابل ان انت يجيلك هذا النوع من الترهلات اثناء الخسسان ولا لا. يعني ممكن حد جيناته كويسه فلا، حد جيناته كده فايه تطلع له ترهلات. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه كانوا كاتبين ان انت لو هتخس اكتر من 20 باوند، 20 باوند اللي هو تعالوا نسهل الارقام حوالي 10 كيلو في المره، فانت كده يعني بقيت عرضه اكتر انك يجيلك ترهلات. ده اول حاجه. تاني حاجه ودي كانت اهم حاجه هما بيتكلموا عليها، ان انت وده بقى الاكسبيرينس بتاعتي انا شخصيا بقى، اهم حاجه ان انت تكنترول ريت الخسسان. دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه كانوا بيتكلموا عليها ان انت لو خسيت دهون وعضلات الاتنين مع بعض بطريقه سريعه، انت كده كده برضه عرضه اكتر ان انت يحصل لك الكلام ده كله. فالهدف من الجمله دي ايه؟ ان انت طبعا هتخس، بس تحاول ان انت برضو تكون بتنزل الجيم، بتبني نوع من انواع العضلات، فده يحافظ على ان انت اوكي. فانت يعني تنزل جيم ويبقى عندك نوع من انواع العضلات، فتحافظ على عضلاتك وتبنيها. ده هيقلل فرصك بان انت يحصل لك اللي هو اللوس سكين ده، اللي هي الترهلات. دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه، في حاجات بقى زي مثلا فيتامينات وادويه وكل الكلام ده. فالفيتامينات والادويه اللي هم اللي اتكلموا عليها كانت فيتامين سي اللي هو يعني تفهم دوت انا قصدي ايه. سي اللي هو فيتامين سي بتاع البرتقال والليمون وكل الكلام ده. فيتامين اي وده ممتاز وهتكلم عليه اكتر برضو، وعلى الكريمات وعلى الكلام ده. بس هم هنا قصدهم سي تابلتس واي تابلتس وفيتامين اي، فده بقت سي. وكمان كانوا كاتبين على اوميجا 3. دي الحاجات اللي انت خدتها بتساعد على طبعا نضاره الجلد، وانك تحافظ على الالاستيسيتي اللي هي الخاصيه اللي في الجلد اللي بتديله زي المرونه والشد دي، زي الاستيك كده. فكل الحاجات دي بتساعد. طيب انا بقى البيرسونال اكسبيرينس بتاعتي ايه؟ والله مبدئيا موضوع انك تتحكم في في ريت الخسسان، دي حاجه انا بالنسبه لي كانت اهم حاجه. فانا مثلا لما بنزل 20 او 25 كيلو، انا مش هدفي ان انا انزلهم وخلاص وبعدين اطلع تاني. بيبقى هدفي ان انا انزلهم بالراحه، ما احسش ان انا طالع عيني في الدايت. مش لازم العب كارديو كل يوم، ولا اصلا بلعب كارديو اول كام شهر. الدايت ده ياخد مني بقى 6 شهور 7 شهور 8 شهور. شويه كده منظف اكلي. النهارده مثلا لقيت نفسي خاسس كيلو او 2 كيلو على الميزان، طب يبقى كافئ نفسي النهارده اخد يوم فري ولا حاجه. ف يوم مش وجبه، يوم بقى فاكل. طبعا اللي عارفني عارف ان انا البيتزا بالنسبه لي ادمان ادمان. اقوم واكل بقى بيتزا بتاع مش عارف ايه كده. يعني انا اللي عايز اقوله ان انا ما ببقاش مستعجل، ولا همي ان انا بس مجرد الميزان ينزل عشان الميزان ينزل. ان شاء الله عنه ما نزل. انا بعمل حاجه تقعد معايا بالراحه، حافظ على جسمي، ما احسش ان انا نفسيا في ستريس اللي هو انا قافل وبلعب كارديو كل يوم ولازم اكل مش عارف سبانخ ولا اسبارجس ولا بروكلي ورز مسلوق. ليه يا معلم؟ في ايه؟ الحياه الطف من كده. ده اول حاجه. فاول حاجه انا بالنسبه لي في انك تتحكم في ريت النزول، ان انت هتطول الدايت، تمام؟ فيبقى الدايت اسهل، يبقى الدايت اريح. تبقى انت حاجه عارف تحافظ عليها، يعني تحافظ على ريت النزول عامه على المدى البعيد. وفي نفس الوقت لما تنزل ما تبقاش انت حاسس ان انت حارم نفسك بقالك كام شهر، فانت لما نزلت وصلت هذا الميزان خلاص الهدف بتاعك وصلت له،
عندك نوع من انواع منتاليتي الحرمان، ما انا حارم نفسي، فانت غصب عنك كبني ادم هتفتح الناحيه التانيه. فدي اول حاجه. تاني حاجه نوع الدايت ذات نفسه. اللي ما شافش الفيديو ده يدخل يتفرج عليه. انا عملت فيديو اسمه تقريبا الشريد هاو تو بيلد ا 6 باك. فيديو 20 دقيقه انا شارح فيه كل النيوتريشن. فانت ادخل اتفرج عليه عشان يبقى عندك عمق اكتر وفهم اكتر اللي انا هقوله. بس سريعه كده، انت جسمك بياخد كالوريز معينه في اليوم تحافظ على وزنك، انت بتاخد اقل منها، جسمك يحرق من مخزون الدهون عشان يعوض الفرق. الاقل ده اسمه ديفيسيت. فانت يو نيد تو كنترول ذا ديفيسيت. يعني الديفيسيت ده كل ما كان كبير، كل ما العجز ده كان كبير، طول ما انت الميزان هياخدك ويجري بيك. احنا قلنا مش عايزين كده بقى، احنا عايزين ننزل بالراحه علشان الجسم يلحق يتاقلم. فالديفيسيت ممكن يبقى حاجه صغيره في الاول بحيث الميزان يبتدي يتحرك. مش هلعب كارديو، انا بس هنضف اكلي واحط ديفيسيت. تمام. فده ابروتش، يعني دي طريقه انك تكنترول الديفيسيت، وتبدا مثلا بالطريقه اللي انا قلت عليها، اللي هو انت ميزان بقى وبتوزن اكل وبتحسب كالوريز. دي طريقه ممكن تكون شاقه شويه على ناس، بس انا بالنسبه لي دي حاجه بتديني مطلق الحريه والتحكم في جسمي واكلي. انت عندك كنترول عالي قوي، انت فاهم ايه اللي بيحصل. فالنهارده مثلا عايز ادخل دوناتايه وسط الاكل، هدخلها، هحسبها واوزنها وادخلها من غير ما يبقى يوم فري ولا حاجه. النهارده مش عارف ايه، دي حاجه. قبل ما اعمل موضوع ان انا بحسب ده والاسمه اف فيت يور ماكروز والديفيسيت وكل الكلام ده، كنت جربت ابروتش تاني اللي هو كان اسمه الانترميتنت فاستنج، اللي هو الصيام المتقطع. ده برضو حاجه جابت معايا نتيجه ممتازه. وكنت في الاول طبعا كل حاجه بتبقى بالراحه، مفيش حاجه بتتاخد قفش. ففي الاول مثلا كنت بصحى من النوم، كنت بقعد اول 4 6 ساعات ما باكلش، وبالعقل بقيت اليوم ما بوزنش ولا بحسب، بس بالعقل انا عارف ان انا مثلا يعني مش لازم افطر مثلا جبنه مقليه وطعميه وبتاع، يعني ممكن افطر عادي مثلا بيض مسلوق وشويه فول يعني بالعقل قصدي، من غير زيت وكل الكلام ده، هكذا. فمثلا قعدت فتره 4 6 ساعات في الاول ما باكلش. طب الخطوه اللي بعدها ايه؟ بدات مثلا ان انا ادي لنفسي اللي هو الشباك او الايتنج ويندو اللي انا باكل فيه 8 ساعات، هكذا. الثمانية بقوا 6، الستة بقوا 4. بعدين في مرحلة ما بيجي عليا أيام مثلا أنا مش يوم فري، بس أنا هفت عليا في دماغي هاكل بيتزا. عادي بتمرن وأقوم جاي في يوم واحد، يعني هبدأ أكل أهو، يعني ميعاد الأكل جه، هقوم طالب بيتزاية فاميلي كبيرة جدا وبروتين شيك عشان أعوض بروتينات اليوم، وباكلها في قعدة واحدة. والبيتزا خلصت بقى ما خلصتش، هي قعدة واحدة، كلت وشربت الشيك بتاعي وقفلت اليوم على كده. خلاص هي وجبة واحدة، وبتبقى شبعان وبتبقى مش قادر، وبطنك بتصغر اصلا مع الصيام، مع الوقت بطنك بتتعود ان انت على الصيام وبتتعود على كميات يعني كده. وفي نفس الوقت يوم ما بتاكل بتبقى وجبة، فانت بتحس بشبع هنا قبل بطنك. كل دي بقى يعني كل ده يعتبر ماي اون اكسبيرينس، يعني دي الحاجات اللي انا عملتها. ولو عايزين نعمل مثلا يوم صيام، فيديو يوم صيام متقطع او اسبوع حتى اوريكم ازاي ممكن اعمل كده من غير ما احسب، اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل كده. ده اللي هو كنترول ذا ديفيسيت. تمام. ودي الطرق اللي انت ممكن تعمل بيها كل الكلام ده. تاني حاجه، ودي كانت حاجه مهمه قوي بقى، وانا هحاول احط فيديو هنا، كريمات. بص بقى، الكريمات علشان الاسترتش ماركس والترهلات هي يعني ايه؟ بص يعني هما حاجتين تركز عليهم. تجيب حاجه فيها كوكو باتر، كوكو باتر، وحاجه فيها فيتامين اي. واغلب المنتجات، او مش اغلب المنتجات الكويسه فيها الاثنين، يعني يبقى المنتج الواحد فيه كوكو باتر وفيتامين اي. ده هتحطه من بره، ده ممتاز للاسترتش ماركس وللترهلات. حلو. في كذا نوع في مصر هنا، من احسنهم الصراحه، بس هو الفتره الاخيره دي بعد الاسعار والهبل اللي حصل ده يعني ممكن ما يبقاش احسن اوبشن، بس هو اسمه بالمرز، وانا هحط صورته هنا. ده بتاع الستات اللي هو حمل وولاده وبتاع، فبطنهم بتكبر بسرعه قوي، بتصغر بسرعه قوي، فبيحصل ترهلات وستراتش ماركس كل الكلام ده. فده معمول للناس دي. ده ممتاز وبيبقى تقيل، وتقيل قصدي يعني مكثف، فانت شويه صغيرين هيغطوا لك حته كبيره جدا. ده بالمرز.
ده احسن واحد. تاني حاجه في كذا واحد بقى، نيفيا ومش عارف ايه وفازلين والشركات دي اللي انا بستعملها مؤخرا. وبصراحه انا قعدت فتره مبطل، اللي هو كنت مكسل، يطلع لي السيرش ماركس بطريقه غريبه. لما رجعت احطها تاني السيرش ماركس وقفت، والفاتح السيرش ماركس الخفيفه بتروح تقريبا بعد فتره، بس السيرش ماركس اللي موجوده مش هتروح. فانت من الاول حط، مش هيطلع لك. وهحط صور اللي هي الحاجات اللي بقول عليها هنا اللي انا بستعملها، دي موجوده في السوبر ماركت والصيدليات عادي جدا. دي حاجه كمان، انت برضو ميه، يعني لازم يبقى جلدك برضو فيه ميه، يعني تشرب ميه كتير مع الفيتامينز الاورال والحاجات اللي هتحطها على الجلد. دي كل حاجات بتدي زي هايدريشن او رطوبه او يعني ايه هايدريشن، ميه، يعني يبقى جسمك فيه ميه من الاخر، ما يبقاش الجلد ناشف فيتشقق وانت عمال مثلا تعمل دايت او حاجه، فالجلد يبتدي يعمل ستريتش ماركس ويبتدي بقى يحصل ترهلات. لا، ما انت لازم تديله ميه. دي حاجه كمان، بس دي حاجه انا ما جربتهاش بمنتهى الامانه، هو موضوع الكولاجين. الكولاجين سبلمنت، يعني ان انت تاخد حاجه فيها كولاجين. الريسيرش بيقول ان قد يكون هناك بعض يعني الانديكيشنز او العلامات او المؤشرات بان الكولاجين هيبقى كويس في الحفاظ على الحاجات دي، وان هو يمنع تكون الترهلات. ده ريسيرش انا قريته، بس انا شخصيا ما جربتش. تمام كده. وحاجه كمان بقى عايز اقولها، ودي حاجه كانت مهمه كان المفروض اقولها في الاول، هي جدلا يعني احنا قلنا هتاخد دايت براحتك وهتنزل بالراحة، وكل شوية مثلا تكافئ نفسك، ولما الميزان يتحرك مثلا 2 كيلو فتكافئ نفسك بوجبة مش عارف ايه، فالدايت يبقى طويل وبالراحة وعلى مهلك وما عندكش حرمان، وكل الكلام ده قلناه. حاجة كمان بقى، لو انا مثلا عايز انزل 30 كيلو، انا عارف لو ده ممكن يبقى صعب شوية، بس ده حاجة عشان تعيش معاك عمرك وما تحسش انك تعبان في حياتك. مثلا عايز انزل 30 كيلو، ليه انزلهم مره واحده؟ يعني ليه اجي اقول انا السنه دي هعمل مثلا دايت او الست شهور او الثمان شهور او وات ايفر الرقم، وانزل 30 كيلو؟ ما انت كده بتدي لجسمك عرضه اكتر ان هو يكون ستريتش ماركس و لو سكين، ترهلات. فالمخ بيقول، او اللوجيك يعني، ان انا مثلا هنزل 10 12 15 كيلو بالكتير قوي بالراحه، واقف ابطل دايت، احافظ على وزني الجديد ده، ادي فرصه لجسمي ان هو يتعود على وزني الجديد، سواء بقى مثلا الميتابوليزم اللي هو الحرق، سواء مثلا بقى اللي هو اصلا الجلد، ويبتدي يشد على الموضوع ده ويبتدي يحافظ عليه. كل ده وانا محافظ على العادات اللي انا بنيتها، اللي هو بقى مثلا الكريمات، الفيتامين، شرب الميه، التمرين، العضلات، مش عارف ايه، كل الكلام ده. بس انا بدل ما انا يعني بقيت قافل بعمل دايت، لا ده انا بدي نفسي براح واحافظ على الوزن ده مثلا شهرين 3 4، ما فيهاش حاجه. ما انت ما بتعملش كده عشان انت عايز يعني تخس، ويعني اللي عايز اقوله يا فرحتي انك خسيت بسرعه وبعدين طلعتهم تاني بسرعه، انت عايز تخس وتعيش حياتك كده، فانت ادي الحاجه وقتها. حاجه كمان انا مؤمن بيها، اعمل حاجه صح 70 او 80% لمده 10 سنين، هتشوف نتائج احسن 100 مره من ان انت تعمل حاجه 120% صح شهرين. هي الفكره انك تبقى مستمر. فما فيهاش حاجه ان انا لو جيت عملت مثلا نزلت 10 12 15 كيلو بالكتير وقفت شويه، حتى انا مخي يفصل، جسمي يبتدي يتعود، وبعدين اكمل تاني. ده كل الحاجات دي هتساعد. وبس شوف انا كاتب ايه هنا تاني، عشان انا عملت نوتس هنا عشان ما انساش. ماشي. واخر حاجه بصراحه عايز اقولها ان انا اوكي، واخر حاجتين عايز اقولهم. اول حاجه، اللي عايزني، انا جدعان تاني بقول تاني، انا مش كوتش ولا انا دكتور، بس اللي عايز فعلا مثلا احاول اساعده على حاجه، ممكن يبعت لي على الانستجرام، هناك في فويس نوتس، فمثلا نعرف نتواصل بطريقه احسن، اقدر اساعد اللي اقدر عليه. ده اول حاجه. تاني حاجه، بره الكلام ده كله برضه ادخل اعمل لي فولو على الانستجرام، عشان في جيف اواي سبلمنتس الكاتنج ستاك بتاعي، انا هينزل تقريبا بعد الفيديو ده على طول. فالفيديو ده انا مصوره النهارده يوم 9 سبتمبر، لسه مش متاكد هينزل امتى، بس انا غالبا الفيديو ده هينزل لايف، والجيف اواي هيبقى لايف وراه على انستجرام على طول.
تاني حاجة، لو عايزيني فعلا اعمل فيديو مثلا صيام متقطع او intermittent fasting اصور فيه لمدة اسبوع 10 ايام، ازاي ممكن تعمله بطريقة لطيفة او طريقة سهلة، برضو اكتب لي في الكومنتس وانا هقفل الفيديو ده على كده. يا رب اكون جاوبت على اسئلتكم والموضوع كان مفيد، و بس كده. اشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام. والفيديو لو عجبك ما تنساش لايك كومنت وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. تست تست تست. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.